مناسبة اجتماع البنك المركزي العراقي مع الخزانة الأمريكية، أعلن البنك المركزي العراقي اليوم الجمعة اختتام اجتماع محافظ البنك المركزي مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية، فيما أشار إلى إبداء الخزانة استعدادها للمرونة. وقال البنك في بيان أن محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن إسماعيل والوفد المرافق له اختتموا مساء اليوم الجمعة 3/2/2023 في تركيا اجتماعاته مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية. وبحسب البيان جرى خلال اللقاء بحث آفاق التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك. وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية دعمها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق، فيما أشارت إلى تعزيز ما تم بحثه بين رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس الأمريكي في الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما يوم أمس الخميس، الخاص بالتأكيد على أهمية استقرار العراق للمنطقة. وأبدت وزارة الخزانة الأمريكية استعدادها للمرونة اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة، وجرى الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون خلال الاجتماعات المزعم عقدها في العاصمة واشنطن قبل منتصف الشهر الجاري.